السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما انك عفو كريم تحب العفو واعف عني. اهلا بكم معايا في قناتي، قناة جود بالموجود مع يوسف احمد. اللي ما اشتركش في القناة وليس جديد يشترك عشان يوصلوا كل جديد ويوصلوا كل اللي بنعمله. النهاردة كان عندي شوية فول. اي نعم، انا معلش مش هعمل معاكم الخطوات عشان والله يعني افتكرت التصوير بعد ما خلصت الفول، لان زي ما انتم عارفين الوقت والشغل وكم خطوه بياخدهم الفول. بس انا هقول لكم عملت ايه بالتفصيل، وان شاء الله هتعملوه وهيعجبكم. اول حاجه عملتها طبعا ده الفول العادي بتاعنا. انا اشتريته. بعد ما اشتريته طبعا جبت الفول غسلته بشويه ميه، مش غسلته، جبت شويه ميه ونترتهم على الفول. نترت الصينيه دي وبعدين نترت الصينيه دي. انت لو مش عايزه تقسميه على صينيتين ممكن تجيبي لوح البوتاجاز العادي، اللي هو البوتاجاز العادي ده، اللوح الكبير الاسود بتاعه ده، تفرشيه وتبليه شويه ميه. تبليه بمعنى انك انت يا جماعه ايه ترشوا عليه شويه ميه قليله، مش تبلوه على الاخر ولا تغسلوه، لا، شويه ميه. بليتي الفول حطيه على فرن. هتكوني طبعا مسخنه الفرن قبل كده عشان لما تحطي الفول يعني بسرعه ياخد صدمه ويشرب الميه. بعد ما شرب الميه اتحمر، اروح اقعد اقلب فيه. يعني كل 5 دقايق كل 4 دقايق اطلع الفول من البوتاجاز واقلب فيه. خلاص. ممكن يعني تتحرق منك فول او اتنين، فمش مشكله يعني. بس خلاص هتفضل تقلبي فيه لحد ما تحسيه يتحمص. اعرف يا ام يوسف ازاي اتحمص او ما اتحمصش؟ امسك لي فوله وافتحها اشوفه اتحمص ولا ما اتحمصش. اهو، شايفين القشره بتاعتها صفرت، بقت صفرة، فده معناه ان الفول اتحمص. عايزه تحمصيه اكتر من كده براحتك، يعني بصوا على حسب ذوقك. في ناس بتحب الفول متحمص جامد، يعني بصوا دي يعني على حسب التحميصة بتاعتك. بعد ما حطيتيه في الفرن وحسيتي ان الفول اتحمص وخلاص طعمه بقي مقبول ليكي او خلاص عجبك التحميصة دي، اطلع ما اطفيش الفرن. اول خطوة اعملها بعد كده ما اطفيش الفرن. همسك الفول، هجيب كوباية او اي حاجة. انا اهو دوبت في العلبة دي حتى بصوا شايفين اثر الملح. هتجيب اي كوبايه عندك او اي علبه او اي طبق وتدوبي فيه نص معلقه ملح على حسب كميه الفول. يعني بصوا، دايما يا جماعه بنقول العين كياله. العين كياله. كياله بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت اللي يعني بتجنني الحاجه اللي قدامك. اجنن يعني ايه يا ام يوسف؟ يعني خلاص بقيت بعرف بالنظر دي عايز ملح كتير ولا قليل، ارش رشه ولا رشتين، اعمل حبه ولا حبتين، فاهمين؟ اجنن بعيني. فانا جننت بعيني شويه الفول قليلين، يا دوبك معزوش ملح غير نص معلقه ملح. دوبتها في الميه كويس ورشيتها على الفول. بعد ما رشيت الفول بالميه هعمل ايه؟ هدخله الفرن تاني، اديه جليبه مع جليبه مع جليبه لحد ما احس ان الميه اللي انا حطيتها للفول اتشربت او الصينيه ما فيهاش ميه. خلاص بقى كده. دي المرحله الاخيره اللي هي بتاعه رش الملح. لو انت عايزه الفول ما يبقاش اللون ده ويبقى اصفر زي بتاع المحمصه او اللي بنجيبه من العطارين، هاتي معلقه كركم ودوبيها مع الملح والميه. يعني انت دوبتي ملح وميه، لا حطي معاهم معلقه كركم، شوية معلقة نص معلقة كركم، دوبيها كويس ورشيها على الفول مع الملح قبل ما يخش الفرن. بعد كده دخليه الفرن لحد ما ينشف، وبعد كده بالهنا والشفا. ده شكل الفول. طبعا انا لسه هفرزه اشوف الفولة اللي هي مثلا اتحركت خالص هرميها، والفولة الكويسة هشيلها، وبالهنا والشفا. طريقة سهلة من غير محمصة. وعلى فكرة الفول المتحمص غالي جدا، يعني الكيلو بيوصل 60 و70، إنما الربع على ما بتشتريه يعني فول مش متحمص أو مش محمص بيبقى الفول يعني رخيص شوية. زي ما انتوا عارفين في الغلا ده وفي الأسعار النار دي المفروض يعني نوفر. عيالنا بيحبوا الفول. في موسم للفول برضو زي الليمون وزي اللفت وزي الكلام ده. موسم الفول هاتيلك كام ربع كده وحمصيه في البيت. على فكرة لو انتي عايزة تحميصه يبقى أجمل كمان، يا سلام على الفرن الطين.
عارفين الفرن الطيني بتاعت زمان بتاعت اجدادنا؟ انا مصوره فيديو على القناه عليها. يا ريت لو عندكم فرن طين دي تبقى اجمل، لان الاسمنت بيسوي الحاجه على نار هاديه وبيخليها يعني تتحمس من كل الجوانب. مش هنفضل نقلب ولا اي حاجه، بالعكس هتفرشيه في ساج وتحطيه في فرن الطين. وبرضو الخطوات هي ممكن تقلبي وممكن ما تقلبيش، تلقيه لف. وبعد ما تطلعيه من الفرن هترشيه برضو بشويه ملح وكركم وتحطيه في الفرن. انا صراحه ما حبيتش الكركم، يعني حبيت الشكل الاساسي بتاعه، فمش هزود كركم مع الملح. هو ده الشكل الاخير للفول. وبالهنا والشفا. اي تعليقات يا جماعه اسالوني، او اي اسالوا هاني. البوتاجاز العادي هيحمس معاكي، حطيه في ساج واحد، عايزه تحطيه حطيه في ساجين اللي يريحك. ده فيديو النهارده، فيديو بسيط طريقة تحميص الفول السوداني أو الفول البلدي. جربوها. وأي سؤال ما عجبكمش أو يعني أي حاجة ما عرفتوهاش ادوني. لو لاحظتوا في الفيديو الملح بيعمل لون كده زي ما انتوا شايفين. عايزة أقول لكم إن خطوة الملح مع المية، إنك أنت تدوبي الملح من المية مهمة. ما ترشيش الملح على كده، لأن لو رشتيه الملح على كده الفول هيلزق في الصينية، لأن الفول هيبقى ناشف فما فيش حاجة بتمص. فأنت لا، حطي شوية مية في شوية معلقة ملح، وحطي الفول على طول على الصاج تاني، يعني زي ما هو على الصاج كده، وقلبيه. حطيه الفرن، طلعيه تاني، قلبيه قلبتين. وكل ما تحسي ان الفول لسه متحمص قلبي فيه اهو. بفضل اقلب فيه كده. الصينيه في الاول هتبقى معاكي سخنه، فما ينفعش تقلبي بايدك. قلبي باي حاجه عندك، معلقه، شوكه، اي حاجه. انا قلبته، وبعد ما قلبته بالهنا والشفا. استنوني في فيديو تاني ان شاء الله. فيديو في قناه جود بالموجود مع يوسف احمد.